اكتر حاجة ممكن تسمعها من مريض الاكتئاب هي جملة انا مستاهلش. انا مستاهلش وانا مستحقش ان انا اكون موجود. وده بيتسرب له عن طريق مجموعة كبيرة من الخبرات اللي الاب والام بيكونوا سبب في وجودها. في خبرات مبكرة لينا في اعمارنا الاولانية خلال السنين الاولانية لحد 12 سنة. والخبرات دي بتبقى عبارة عن صورة ذات مشوهة، يعني أنا معيوب وناقصني حتة، ومهما حصل فبابا وماما هما اللي أكدوا لي المعلومة دي. لما جه بابا قال لي أنت هتفضل تخين كده طول عمرك، ولما ماما جت قالت لي أنت جيتي غلطة، ولما جه بابا قال لي أنت ليه مش زي أخوك، أنت هتفضل طول عمرك غبي كده، أنت محدش يقدر يعتمد عليك في حاجة، وغيرها من رسائل كتير جدا كل هدفها إن هي توصل لي إن أنا شخص ما استحقش. وبحكم ان انا طفل صغير فمش هاخد الخبره دي على ان هي منفصل عني، لا ده هي جزء مني، دي الحقيقه اللي انا متربي عليها. انا شخص ما استحقش ووجودي ملهوش لازمه. ضيف عليهم كمان خبره الفشل اللي هي دايما الطفل بيصدرها حتى لو عنده انجازات متشافه، الا ان في اب وام بيقوموا بكل حاجه بالنيابه عنه عن طريق الحمايه الزايده، اللي هي دايما بتصدر فكره انا مش كفايه في اي حاجه بعملها. فاصبحت دلوقتي متعرض لخبره نقد، متعرض لخبره رفض، لخبره فشل، بقى عنده افكار ومعتقدات مترسخه حوالين نفسه ان هو شخص ما يستاهلش.